السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله مع بعض النهاردة هنعمل تورتة سهلة جدا وسريعة، تقدري تعمليها للأولاد في البيت بمنتهى السهولة. تطلع معانا هايلة حلوة جدا. شايفين؟ ولا احلى من كده. ان شاء الله كده تمشوا على المقادير بتاعتنا وتطلع معاكم هايله. زي ما انتوا شايفين النتيجه واضحه. ونقول بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله وندخل ونبتدي الفيديو. اول حاجه هيكون معانا نص كيلو دقيق سبونج، معانا كمان 6 بيضات، ومعانا 3 معالق لبن و3 معالق زيت، معلقه كبيره من محسن الجل، وطبعا بيض يعني فانيليا، ومعلقه خل. حطينا معلقه محسن الجل وحطينا البيض، 6 بيضات. يبقى حطينا في العجان يا جماعه 6 بيضات، معلقه كبيره من محسن الجل الفانيليا، ومعلقه كمان كبيره من الخل. وهنبتدي بقى نشغل العجان في الوقت ده لحد ما تلاقي كده ايه البيض علي معاكي. مجرد ما يعلى بقى ننزل بالثلاث معالق لبن والثلاث معالق زيت، وممكن تستغني عنهم لو مش متوفر عندك. معانا بقى نص كوبايه ميه، برضو بننزل شويه شويه، ولما برضو نحط الميه نسيب الخليط يخلط شويه لحد ما يعلى معانا تاني. هننزل بقى ايه بنص كيلو دقيق سبونج شوكولاته. انا طبعا بعمله معاكم، عملته قبل كده على القناه، لو عايزين ترجعوا للفيديو بتاعه ادخلوا يعني وشوفوه. اهو حضرت بقى صينيتين مقاس 24 او 26، فرننا ساخن على درجه حراره 200، السلك في الرف اللي في النص. هنبتدي اهو ننزل بالخليط. انا بعملها في صينيتين يا جماعه، كل صينيه بقسمها رقين، تقدري تعمليها في صينيه واحده لو مش متوفر عندك نفس المقاس، يعني صينيتين. تقدري تعمليها في مقاس 22 او 24 او 26. طبعا كل ما بتقللي الحجم فبتطلع معاكي عاليه قوي. وانتوا زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو طلع معانا 4 رقات حلوين جدا. هنبتدي بقى نساوي الكيك. بندخله فرننا طبعا زي ما انتوا شايفين، بيقعد حوالي نص ساعة، بيطلع بتسيبيه حوالي يا جماعة 6 ساعات او من بالليل للصبح عشان تشتغلي فيه. هنحط بقى كوبايتين من المية المثلجة، وكمان كوباية من الكريم جانتيه خام، ونص كوباية سكر عادي خالص اللي هو الخشن، وكمان معلقة كبيرة من الباستر كريم. هي الكوباية دي يعني مقدارها نص كوباية، فبحط كوبايتين منها، يعني مقدار كوباية عادية، كوباية المج العادي بتاع الشاي، او ممكن الكوباية المعيارية. نص كوباية سكر عادي خالص. يبقى حطينا كوبايتين مية مثلجين، لازم يكونوا مثلجين، بيظبطوا لكم خالص قوام الكريم جانتيه، يعني يبقوا فيهم كمان قطع تلج كده صغيرة. وحطينا كوباية كريم جانتيه خام، كوبايتين من المية المثلجة، نص كوباية سكر، معلقتين من الباستر كريم. بنضرب كل الخليط ده لحد ايه ما يعلى معانا. بنجيب شربات خفيف، بصوا يعني مثلا ايه كوباية مية عليها معلقتين 3 سكر، بندوبهم. شايفين يا جماعة القوام حلو جدا. تقدري من كوباية كريم جانتيه خام طالما عاملاها للأولاد وللبيت تظبطي بالكوباية تورتاية، تطلع معاكي حلوة جدا. لكن طبعا لو انت بتشتغلي شغل يعني اونلاين او كده، لا لازم تزودي الكريمة شوية عشان تظبط معاكي الشغل. اهو نحط بقى رقرق كده، حتى لو اتقطعت معاكي ولا يهمك حاجة خالص، هي طرية معانا وتحفة. كل ده الكريمة بتداريه. بنبتدي بقى نشرب الكيك واحدة واحدة كده.
ونحط الكريمة. طبعا انا شايله في القمع كمان من الكريمه دي عشان ايه نعمل بقى روزتات في الاخر. يعني بدايه ما يعني على زي ما بعمل الكريمه بروح شايله شويه في ايه، في اللي هو كيس الحلواني. عملنا طبعا الاربع ديسكات بنفس الطريقه. بنبتدي بقى ايه نجلس الاول كده، ايه نمسح كده حوالين التورته ونجلسها خفيف، وبعد كده ننزل بكريمه كتيره بقى ايه ونجيب السكرابر ونسويها. اهو زي ما انتم شايفين انا باخد اي حاجه صغيره بحاجه صغيره كده لحد ما اجلس كل التورته. اهو بنفس الطريقه. بعد كده بقى بتزودي كريمه اهو زي ما انتم شايفين كده. كل التورتيه دي يا جماعه معموله بكوبايه كريم جانتيه بس. نبتدي نساوي بقى، نجيب السكرابر بتاعنا ونساوي التورتايه. واحده واحده كده هتلاقيها اتسوت معاكم. اهو لو وصلتوا معانا لحد كده بقى ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشرفني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. بنجيب بقى النوتيلا بتخففيها كده بمعلقه زيت، تحطها في كيس وتعملي دريبات كده من على الحرف. بعد كده بنجيب القمع بتاعنا ونشتغل زي ما انتم شايفين كده، نعمل روزيتات بنفس الطريقه دي كده. بتطلع معانا كده شكلها حلو وعاليه. يبقى عملنا تورتايه من حاجه بسيطه خالص في البيت. ان شاء الله يكون عندكم الخير كله. وتقدري كمان لو البيض عندك كبير استعملي 5 بيضات بس، يعني هيظبطوا معاكي برضو التورتايه. مهما كان الحاجه في البيت برضو يا جماعه بتوفر معانا كتير. يعني لما بتعمليها في البيت اكيد اكيد مش هتبقى نفس سعر بره، وبيبقى ليها فرحتها ان انت عاملاها للاولاد في البيت. هنبتدي بقى النص ده كده نحط عليه نوتيلا. طبعا انا بحطها عشوائي كده، وبعد كده بالمعلقه هسويها. وممكن والله تسيبيها عشوائي كده مفيش مشاكل. زي ما تحبي، انا بقول لك حاجه كده انت كده كده عاملاها للاولاد في البيت. لكن طبعا لو بتشتغلي بقى الشغل هيبقى فيه تكوني ادق من كده بكتير. دي حاجه سهله وسريعه كده تقدر اي ست بيت انها تعملها. ولو ما فيش نوتيلا خالص ممكن تحطي شويه جناش شوكولاته. ممكن في كمان جناش شوكولاته اقتصادي اللي هو بزيت وحليب وسكر بودر وحاجات من دي وبيضربوا في الخلاط. ممكن ما تحطيش خالص، المتوفر عندك اشتغلي بيه ما تقفيش على حاجه. طبعا معانا بقى ايه ورق ترانسفير كده نعمل عليه شويه حاجات زي ما انتم شايفين كده وحطيناهم من فوق. وبكده خلصنا التورته بتاعتنا حلوه جدا. نشوفها بقى مع بعض من جوه. يا رب بقى تعجبكم وتنور رضاكم ونكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، واسيبكم على خير واشوفكم على الف خير، واقول لكم السلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته. مع السلامة.